عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي أنساتي، نرحب بكم باستاد القاهرة الدولي. أنا هبدأ معاكم يا جماعة دلوقتي الفيديو ده حرف بحرف مع الشيف أبو علي بيه. تمام. بصوا بقى يا جماعة، دي أكلة المبكبكة. أنا هشرح لكم إزاي أول حاجة بتعملوها قبل أي حاجة. طبعا غسل فراخك، خل، ليمون، بهاراتك، كل حاجة متاحة. غسل خضارك، مجهز الخضار كله. تمام. أول حاجة بتعملها يا جماعة هي أفيد حاجة أنت هتعملها. طبعا الفراخ زي ما أنتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، تحطها على النار. تمام. تحط فراخك على النار. طبعا الفراخ براحتها، تسيبها على النار، تسيبها على النار بالطريقه ديت. اكيد شايفين يا جماعه زي ما انتم كده، نار هاديه اهيت، نار هاديه، نار هاديه خالص. تمام. بتصفي بقى، بتصفي لو فيها اي زفاره، اي ميه، اي حاجه. طبعا انت دقيقه كده وتبدا تقلب. جهز زيتك في قلب الحله. بصوا يا جماعه، ربع الحله يبقى متغطي من تحت، ما تكترش زيت ولا تكتر ولا تقلل. هي بقى اكله يا جماعه، فاهمين؟ بالنسبه معلش في الكلمه للزيت، ما تكترش قوي، قيمه كوبايه زيت كده. تمام. ده اول حاجه بتعملها. زي ما قلنا معاكم يا جماعه، الفراخ اهم حاجه. الفراخ اهم حاجه. صف زي ما انت فاهم كده، ما شاء الله، تلاقي الميه بتاعتها صافيه، تعرف ان ما عادش فيها اي زفاره. يعني انت تلاقي الميه صافيه بيضه زي ما انت شايف كده، زي ما انتم شايفين معانا كده يا جماعه، الميه صافيه 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 صافيه، بيضه شهر كده. تعرف ان انت فراخك او لحمتك او اي حاجه انت تعملها نضيفه. تهريها بقى غسيل، هريها هري، خلك، ليمونك، ملحك، طلع عينك، اهريها، هري اللي قايلها. تمام. طبعا مسافه ما بتبدا تفور سنه فوران كده، سنه فوران زي ما هي بتعمل كده، بتفور. تمام. تبدا ان انت تصفي كده. تمام. تسيبها شويه كمان، تخليها اللي هي قيمه تحمر كده، تحمر تقلبتين ثلاثه منك عشان تصفي كل الزفاره، كل الزيت، كل اي حاجه في اللحمه. يا جماعه لازم تعملوها كده قبل اي حاجه لازم تعملوا كده. هتصفيها، وبعد ما هتصفيها تكون مجهز زيتك على النار. كل حاجه هجيبها لكم واحده واحده معانا. واحده. تمام. طبعا تبدا بالمنظر ده. طبعا بالمنظر دوت هي بدات تحس ان هي رشدت. تمام. هي بسم الله ما شاء الله يا جماعه عليها، مش محتاجه. بصوا يا جماعه، الوضع ده كده غلط اللي انا هعمله دلوقتي، بس يا ريت محدش يعمل زيي انا، بس عشان في دقيقه اللي انا مضطر ان انا اعمل كده. بس هو حد يعمل زي في الحوض طبعا الكلام ده يا جماعه. كده انت بتصفي صفيت كل زفاره الفراخ، كل زفاره الفراخ معاك. بقى الورق اللي انت شايفه قدامك دوت، مفيش فيها نقطه زفاره. تمام. بقت قدامك كده. طبعا انت كده زي نظام سلق. تمام. حطها هنا كده، حط زيتك بقى دلوقتي. الزيت ناقص، حط سنة زيت كمان، سنة زيت، ما تكترش، تحتاجه. معايا؟ السنة ديت انت تحتاجها، هي تظبط معاك في الأكل. كل واحد حسب دماغه. علي الزيت، علي النار على الزيت. معايا؟ علي النار هنا مثلا، كده النار طبعا زي ما انتم شايفين كده
البصل لسه يا دوب ايه حطنا دلوقتي بدأ يحمر. عادي ممكن تعلي النار عليه سنة لو انت مثلا ايه مستعجل وكده زي كده مثلا. يقوم ايه يقوم البصل يحمر بسرعة. بعد ما البصل يحمر بعد ما البصل يحمر يا جماعة اقول لكم معانا هنعمل ايه واحدة واحدة عشان ما نتوش من بعض بقى. معلش يا جماعة ده عيب من عندنا، فص التوم ده عيب من عندنا، مش هسيبه هعمله كده. طبعا انا غسل الصينية ومنضفها عشان ايه؟ عشان كده كده الامور ايه طيبة. حسيت ان انت بصل بيحمر تقوم ايه خلاص النار شديدة، تقوم موطي النار شوية وتقوم مرجع البصل تاني تسيبه يحمر خالص. اهم حاجة مش قوي مش كتير يعني براحتك لحد ما تحس اللي هو بيشرب الزيت عشان الاكل يبقى ليه نكهة كده يا جماعة. ماشي فكرة احنا واقفين على رجلنا من صباحية ربنا وما عندناش مشكلة عادي يعني، ما عندناش مشكلة نقف لتاني يوم عادي برضه على رجلنا برضه يعني مش مشكلة خالص. يعني احنا واقفين المفروض واحد بيجي يقول لك يا عم انا جاي تعبان استريح، واقف على كعوب رجلي مثلا او بلف ماشي مشيت كتير لفيت بتاع اريح ايه اريح رجلي. لا هنا يا جماعة مفيش راحة، هترتاح مش هتعرف تعمل نفسك فيه ونفسك ان انت معلش بالكلمة تاكله انت مش هتعرف تعمله. ليه بقى؟ وانت مأنتخ، فطالما مأنتخ مفيش حد هيستحملك عامة يعني، عامة مفيش حد هيستحملك. طبعا هتحس ان البصل بدأ يحمر وريحته ما شاء الله تطلع جميلة. تحط فراخك انا مش عايز احطها دلوقتي يا جماعة اصبر عليها شوية. حط الفراخ. بعد ما احط الفراخ معايا التوابل بتاعت الفراخ. حط التوابل مكونة من كزبرة كركم فلفل حار فلفل اسود ملح اوراق الكريه حلبة زنجبيل جاف توم بذور كمون قرنفل هيل قرفة قشرة جوز الطيب. ده بهاراتك يا جماعة. هتحط الفراخ تمام بدأ يغلي شوية جميل. حط فراخك وبعد كده ايه تحط على الفراخ التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الفراخ يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحله مش حطيت فراخ صح؟ التوابل بتاعتي مكترش. على العموم التوابل في حد ذاتها يا جماعه كترها غلط وفي نفس الوقت بيعمل زي نظام حرقان على الصدر كده. لا انت ايه ما تكترش اللي هو بس يا دوب هتضيع ايه مين اهو شايف والله يا عم ايمن لو قال لك الصبح والله العظيم بقول لك لو من الصبح يا عم انا قلت له اغسل لك الشاشه قال لي يا اسطى عادي بس انا ايه اشوف لك لسه ومش عارف ايه الحلاقه. قلت له اصلا قلت له يا عم معانا ناس كتير مصريين وهتلاقي برضه معانا هم اللي دولت الباكستانيين سعرهم رخيص سعرهم رخيص هم اللي واقعين دلوقتي في الشغل عشان كده هم شغالين بعد كده طلع على كده حصل والولد هيستلف في الطرف ب1000 دولار يبقى لو واحد دخل عليه زي قال له 1000 والتاني هو كسبان في الباكستان.
يلا يلا يا عم حبيبي 100000 اخر ابيض. يا جماعه الاكل بتاعنا اهو، اكل جميل اهو. اهو يا احمد عشان ما تقوليش ايه المستشفى دي خل اهو ليمون. ده نص بس يا جماعه، نص الشغل بتاعنا احنا لسه ما اشتغلناش، احنا يا دوب بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لسه هنغسل حاجتنا ونغسل لحمتنا تاني، معانا ملحنا ومعانا توابلنا ومعانا مكرونتنا ميتنا صلصتنا زيتنا وقاعدين في بيتنا. وهذا يا جماعه الموضوع. قلت بس هنعمل لكم ايه فيديو سريع كده. احنا محسكين لسه جايين من بره من شويه وجينا برضه بنعمل لهم هو الممنوع برضه عشان ايه مش انتوا بس يعني بتعرفوا تطبخوا، احنا كمان بنعرف نطبخ وجامدين قوي على فكره. قوي فوق ما خيالكم يوديكم. احنا قاعدين هناك، انا قاعد هناك مستنيكم. فوق ما خيالكم يوديكم انا قاعد هناك ايه مستنيكم. وده الفترة التانية بنغسل الفراخ بتاعتنا من الخل ومن الليمون كل ده، ولسه هنصفي زيتها. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. بعد ما صفينا الليمون والخل، شوفوا يا جماعه الميه بتاعت الفراخ بيضه شقه، بيضه شقه قطعوا مغسوله بتاع 28 مره، 28 مره بالغسيل. ولسه معانا بقى نكمل معاكم في الفيديو الثاني عشان ما نطولش عليكم في الفيديو ده. بس احنا قلنا نديكم ايه نبذه مختصره عن الشغل بتاعنا. بس نديكم نبذه مختصره. جاهز بيتنا هنا وجاهز الحاجه يا جماعه، واكلمكم في فيديو تاني اعرفكم احنا هنسوي طبخه ايه اليوم. ماشي. نبقى نغسل بقى حاجتنا طبعا زي ما انتم شايفين كده، طماطم بطاطس ثوم بصل جزر. ماشي. ايه لا لسه ايه بداية، لسه بنغسل حاجة دوت. هعمل معاكم خطوة بخطوة عشان ما نخش من بعض. ولو طولنا من بعض الله اعلم هنقابل بعض تاني يا محمد. الله اعلم اللي جاي ما جاش زيه قبل كده. احنا هنتم الفيديو ده يا جماعه على 10 دقايق ان شاء الله عشان ما ابقاش طولت عليكم وكده. وهجيب لكم بقى ايه واحنا شغالين ان شاء الله كده بنطبخ بالظبط. اوريكم الطريقه في الفيديو الثاني، يعني الفيديو الثاني انا اوريكم الطريقه الطبخ شغال ازاي. انا برضه على قد يعني، بس ما فيش حد قد على فكره. وهو الحمد لله. شكل حاجتنا بعد ما تغسل بقى يا جماعه، وصفتنا الجميله اهو كده يا جماعه. ده شكل اكلنا اهوت. طبعا هنا ايه التنظيفه، شطف الطبق، شطف الطبق اهوت عشان احط المصفى على الطبق، اصفي وشغال يا باشا. طبعا